بيبقاش عارف يبتدي الكلام منين. اكيد من اول ثانيه بنلعب على ان احنا نكسب، عارفين اهميه المباراه وعارفين اهميه المرحله اللي احنا فيها. الشوط الاول كان شوط كويس، خرجنا 1-0 كسبانين 1-0 متقدمين، وكنا عارفين ان الفريق اللي قدامنا هي الفرص اللي هتجيله من كرات ثابته او من اوت. يعني ضربه الجزاء زي ما اتحسبت علينا واحده، اظن ان كان لنا نفس اللعبه بالظبط لتريزيجيه، كان ممكن الحكم اللي حسب هنا يحسب هنا، لكن هو ليه وجهه نظر. بعد هدف التعادل شويه كان في توتر، لان برضه انت لما بتبقى جاي من فتره في الماتشات اللي قبل كده خسرت نقط، فجاي لسه ضغط اكتر على اللعيبه، حصل توتر اكتر، ما استفدناش بالتغييرات، لكن كان عندنا تسرع، فقدنا الكوره كتير، فقدنا حتى التركيز في الملعب، التمركز في الملعب ادى للشكل اللي ظهر. هو ان انا جاهز ان انا العب، كنا مجهزين طاهر ان هو اللي يلعب، انا سليم 100%، انا سليم 100%. انت مسؤول ان انت تكمل، انا مسؤول ان انا اكمل. ده في الكوره وارد انه يحصل. وايه نصيحتك للجمهور الاهلي بعد كلام مع السيف الدولي؟ لا،